دلوقتي هنتكلم عن مصر تحت حكم البطالمة أو احتلال البطالمة لمصر. أول حاجة الإسكندر خرج من بلاد اليونان، وكان ليه فكر معين اللي هو العالم وطن واحد. ولما بقول عالم وطن واحد معناها إن عاوز يسيطر ويعمل هيمنة على العالم. فالمهم حقق انتصارات على الفرس، والفرس اللي موجودين في الشرق، ثم اتجه إلى سوريا، ثم اتجه إلى فلسطين. لم يبق له إلا مصر لاستكمال إخضاع الولايات الفارسية لحكمه. يبقى هو هدف الأساسي اللي هو يقضي على حكم الفرس والولايات التابعة للحكم، فاستطاع أن يصل إلى مصر 323 دون قتال. وهنا نسأل سؤال نفسينا: ليه دون قتال؟ كراهية المصريين لحكم الفرس. الإسكندر ذكي جدا وفي عنده دهاء. ايه هو الدهاء يا استاذ؟ ان هو عاوز يقوم بتحقيق اهداف سياسية، فقام باعمال دينية. عارف المصريين شعب متدين، فقام باظهار ولاءه للمعبودات المصرية، وهو رأسهم الاله او اله امون. بعد كده عمل مصير معاملة حسنة، وابقى على النظم الادارية. وتبقى على النظم الادارية دي زي ما يقول المثل، بيقول لك اهل مكة ادرى بشعوبها. ماشي. النقطة التانية، الاسكندر كان بيبين حاجتين: بيبين انه هنا استمالة المصريين اليه، وبين سياسة اسمها سياسة التسامح الديني. طب مين اللي يشبه له نفس العمل ده؟ هيجي بطليموس هيعمل نفس الاعمال اللي هو بطليموس الاول. نيجي بعد كده بناء مدينة الاسكندرية. بنيت مدينة الاسكندرية في منطقة تسمى راكودا. اللي اختاروا هذه المنطقة بالذات لأسباب جغرافية، أن تقابلها جزيرة صغيرة على البحر. طب هو بيعمل ليه كده؟ الاسكندر من عادة الاسكندر يا جماعة انه بيقوم ببناء مدينة، ماشي، تحمل باسمه تقليدا لذكراه. يبقى اذا لأهداف شخصية ده في البداية، وبرضه بتكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية. يبقى أسباب ثقافية. والحاجة التانية لأسباب عسكرية، السيطرة على البحر المتوسط. الاسكندر بعد أن استولى على مصر 331 غادر إلى راح يحارب الفرس في عقر دارهم. حقق انتصارات في العراق وإيران، واستولى على كل الممتلكات، وكون إمبراطورية عظيمة. ولكن إمبراطورية الإسكندر لم تدوم طويلا. ليه؟ إنه مرض الإسكندر ولم يكن له وريث في العرش. لذلك اجتمع قادة الجيش في مؤتمر اسمه مؤتمر بادر سنة كام؟ 323، وقاموا بتقسيم ممتلكات الإسكندر فيما بينهم. عندك بطليموس باللاجوس، وعندك نصيب سوريا ولبنان سيليوقس، وأنتيجونيس هو اللي استولى على بلاد مقدونيا. هنا يجي سؤال: ايه علاقة مؤتمر بابل بالأوضاع السياسية في بلاد، الأوضاع السياسية لأملاك الإسكندر؟ ايه علاقة مؤتمر بابل بانهيار الفكر اللي هي بنقول على فكرة العالم وطن واحد؟ هتقول إن نتيجة لوفاة الإسكندر ولم يكن له وريث في العرش، تقاسم قادة الجيش أملاك الإسكندر فيما بينهم. هنا لو بصيت على النواتج، اتبع الإسكندر الدهاء السياسي لاستمالة المصريين. يرجع ترحيب المصريين التخلص من حكم الفرس. الخاصة المشترك ما بين ترحيب الشعوب بالإسكندر كأيدي الشعب لحكم الفرس. تحقق أولى خطوات الإسكندر لتحقيق حلم العالم وطن واحد لما توجه إلى آسيا الصغرى اللي هي بلاد فارس. بعد كده تبخرت آمال وأحلام الإسكندر في مؤتمر اللي هو بنقول عنه مؤتمر إيه؟ بابل. تركز اهتمام الإسكندر باستماتة المصريين بالجوانب الروحية والدينية. ظهرت ملامح التفوق السياسي في الإمبراطورية اليونانية من خلال مؤتمر يسمى مؤتمر بابل. نيجي بعد كده للجزء الخاص بحكام اللي هم حكموا مصر في عهد البطالمة. أول حاجة لازم تعرف، خلي بالك هنا معايا، إن هنا أول واحد عندي بطليموس الأول. بطليموس الأول ده، ماشي، ده بينتمي إلى عائلة بيسموها عائلة مقدونية نبيلة، يعني من الطبقة الأرستقراطية. عشان يحقق استقرار في مصر دخل في عديد من الحروب، ونصب نفسه ملكا على البلاد. كون إمبراطورية بطلمية مركزها مصر، أسس النظم الإدارية والمالية، لذلك لقب بالمنقذ. يبقى إذا لقب بالمنقذ لسبب معين، اللي هو إيه؟ أسس وضع النظم الإدارية. يبقى أبو الإدارة في مصر في عهد بطلمة هو بطليموس الأول. طب خلي بالك، بطليموس الأول كده بيخالف الإسكندر في النظم الإدارية. الإسكندر ما عملش حاجة في النظم الإدارية،
ده بالنسبه لموضوع مين؟ النظم الماليه اساسا. وخلي بالك اللي هو اهتمامه بوضع اسس النظم الاداريه ده دليل على يعني ايه؟ مهارته السياسيه اساسا، مهاراته السياسيه. نيجي بعد كده بطليموس الثاني ده ممكن نطلق عليه اقصى اتساع، يعني هنا اقصى اتساع للامبراطوريه البطلميه في مصر كان في عهد بطليموس الثاني. الراجل تتوجه نحو شبه الجزيره العربيه والبحر الاحمر وافريقيا لتحقيق اهداف اقتصاديه وعسكريه سياسيه. هتقول لي ليه نحو افريقيا؟ لتامين الحدود المصريه من جهه الجنوب. ماشي، ده بيشبهني بتحتمس الثالث اساسا، اما الحدود بس من ناحيه الشمال الشرقي. اهتم بتحقيق نهضه في كافه الانحاء. عشان كده تخلي بالك اقصى اتساع كان في عهد الدوله البطلميه في عهد بطليموس الثالث. نيجي للراجل الخير، الراجل الطيب، الراجل اللي مثال عليه بنقول عليه الصالح. هو الراجل ده محب للعلم والثقافه. مين هو اللي بتتكلم عليه ده؟ بطليموس الثالث. طب ليه يا استاذ؟ لانه عمل على امر باسقاط الضرائب على الاهالي وفتح الصوامع للغلال. عشان كده بيلقب بلقب اللي هو مين؟ بيلقب بلقب الصالح. ده بطليموس الثالث. الملك ده اساسا كان بيتميز بحسن التدبر وفعل الخير. خلي بالك افتقد عهد بطليموس الثالث اي انجازات عسكريه. مفيش انجازات عسكريه شايفها انا اساسا، لان في بلاد بتعاني من ازمه بيسموها ازمه اقتصاديه. افتقدت مصر توسعات في الجزيره العربيه وافريقيا نتيجه للاطماع اللي هتجي بعد ذلك. ده بالنسبه لبطليموس الثالث. نيجي بعد كده بطليموس الرابع. ده يعد عهده بدايه لمرحله من تدهور الحكم البطلمي، رغم ان بطليموس الرابع ده هيعمل حاجات حلوه جدا في مصر هنعرفها دلوقتي. نيجي بعد كده لانهيار اللي هو بطليموس الخامس. ده كان طفل صغير لم يتجاوز من العمر 5 سنوات. لذلك بعد وفاة بطليموس الرابع أكسوكليس. خلي بالك من الاسم ده. الراجل ده أساسا انهارت البلاد سياسيا واقتصاديا في عهده، فقدت معظم أملاكها الخارجية. عشان كده أنا ممكن يجيلي سؤال، جالي قبل كده سؤال مقالي قبل كده، إيه التناقض ما بين بطليموس الثاني وبطليموس الخامس؟ يعني في عهد بطليموس الخامس خلي بالك ده حقق نهضه اقتصاديه، اللي هو بطليموس الثاني اهو. بطليموس الثاني ده حقق ايه؟ نهضه في شتى المجالات الاقتصاديه والثقافيه. وده انهارت البلاد من الناحيه الاقتصاديه. ده عمل على تحقيق توسعات خارجيه، وده حصل في عهده فقدت مصر املاكها الخارجيه. يبقى في وجه تناقض ما بين سياسه اكسوكليس وبطليموس الثالث. ايه نيجي هنا للحاجه كيلوباترا. كيلوباترا والنبي يا استاذ ديت، يعني عاوز اقول لك ايه؟ الغايه تبرر الوسيله. ماشي. الحاجه الثانيه، افتقدت هذه السيده لكل الجوانب الاجتماعيه. بمعنى ايه يا استاذ كل الجوانب الاجتماعيه؟ بمعنى ان عاوزه تحقق كل حاجه غلط بتاعتها، ممكن تدوس تدوس برجليها على اي حاجه من القيم الاجتماعيه الموجوده. هتقول لي ليه؟ هقول لك تعالى بص معايا. اول حاجه هي تولت العرش مع اخيها بطليموس ال13، وبعد كده غرق اثناء حرب الاسكندريه، ويقال انها هي التي قامت باغراق بطليموس الثالث. جه بعد كده كانت لها علاقات ماشي ما بينه وبين كيلوباترا وبين يوليوس قيصر. ماشي. اجلسها بجوار اخيها الصغير بطليموس الرابع. طب هو يوليوس قيصر تزوجها وانجبت منه، بس هي ما اعترفش. يعني عاوز اقول لك ايه؟ التقاليد اليونانيه الرومانيه ماشي عدم الانجاب من اجانب. لذلك سرعان ما تخلصت من بطليموس الرابع، هذه رقم 2 تخلصت منه لتجليس ابنها من زوجها يوليوس قيصر. وكانت بتخطط ان تصبح ملكه على روما. تحالفت مع مين بعد وفاه يوليوس قيصر؟ تحالفت مع ماركوس انطونيوس، ولكن في النهايه انتحرت في معركه اسمها معركه اكتيوم 41 على يد مين؟ اكتافيوس. يعني عملت كل حاجه وحشه عملتها في حياتها هي السيده مين؟ كيلوباترا. عشان كده افتقدت الى كل القيم الاخلاقيه. مين هي؟ كيلوباترا. خلي بالك انا عندي القيم الاخلاقيه انهارت في عندك اكسوكليس وكيلوباترا، كل واحد كان بيعمل مصلحته الشخصيه اساس، بس هي الاكثر عندي اللي هي كيلو ايه؟ باترا. عشان كده خلي بالك حملت بطليموس الرابع صفات متناقضه مما بينها تحقيق العداله الاجتماعيه وبدايه التفكك. هقولها لك بعدين لما يجي الوقت. نيجي بعد كده
لأهم الجوانب إن طبعا عارفين إن في حضارة اسمها الحضارة الهلينستية، دي عبارة عن مزيج ما بين الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. عشان يحقق هذه الحضارة أو يتم تحقيق مفهوم هذه الحضارة تم فتح أبواب الشرق على مصراعيه أمام اليونانيين. تم إنشاء مدن جديدة كالإسكندرية. خلي بالك أنا عندي مدينة قبليها في العصر المتأخر اسمها نقرطيس، ده أقدم المدن الإغريقية عشان تخلي بالك. عندي الحياة السياسية، حكم البطالمة في مصر خلال حكمهم حكم موروث للفراعنة، بمعنى أصبح حاكم البطلمي له الحق في تملك كل شيء، له كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية. كان بيساعده مجموعة من وزير المالية وكبار. المهم نيجي للزراعة. أول حاجة الزراعة، تخلي بالك من نقطة مهمة بالنسبة للزراعة، إن البطالمة في مصر كانوا عاوزين يقوموا بتحقيق تنافس في الاقتصاد العالمي. بمعنى إيه؟ بمعنى إنهم عاوزين يحققوا سيطرة على الاقتصاد العالمي من خلال تطبيق نظام يسمى نظام الاحتكار. لذلك اهتموا بتحقيق هذا النظام من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي. عشان كده خلي بالك الركيزة الأساسية للاقتصاد في مصر في عهد البطالمة كان الزراعة. قاموا باستصلاح نظم الري وشق القنوات وإقامة الجسور. في عندي وسائل ري حديثة زي الساقية والطنبور. اهتموا بزراعة محاصيل القمح والشعير، واستخدموا أنواع جديدة من المحاصيل، يعني نقول عليها مركب محصول جديد زي التين والعنب والرمان والمشمش. اتبعوا نظام الدورة الزراعية للحفاظ على جودة الأراضي. ده بالنسبة لموضوع الأراضي الزراعية. خلي بالك من تقسيم الأراضي، عندي حاجة اسمها أراضي الملك وأراضي المقدسة، الأراضي القطاعات العسكرية، أراضي الهبات، وأراضي المدن. تيجي إزاي في الامتحان؟ هاجي لك مثلا، أنا هقول لك في الامتحان اللي جاي سؤال برضه في الامتحان السنة اللي فاتت، الأرض الذي يتم منحها للملوك للمعابد، خصصها الملوك للمعابد، ده اسمها أراضي المقدسة. خلاص كده. الأراضي التي يتم منحها للجنود الملتزقة من الإغريق دي اسمها أراضي العسكرية. الأراضي اللي يتم منحها لكبار موظفي الدولة دي اسمها أراضي الهبات. ماشي. الأراضي المدن الجديدة اللي هي عندك هنا، المدن خصوصا المدن التي كانت تتمتع بوضع المدن اليونانية، نقرطيس، الإسكندرية، بطلميس، دي من أهم المدن الإغريقية. نيجي بالنسبة للصناعة، عندنا هنا مصر كانت موطن العديد من الصناعات المهمة، وقد احتكت البطالمة الصناعات أيضا، منها الزيوت، المنسوجات، الفخار والجلود والتعدين والورق. نيجي بعد كده بالنسبة للتجارة. التجارة في مدينة أو بالنسبة للبطالمة ازدهرت التجارة بسببين: موقع جغرافي وازدهار الزراعة والصناعة، دي حاجة معروفة. طب إيه مظاهر اهتمامهم بالتجارة؟ إنشاء موانئ على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، إقامة ترسانة لبناء السفن، بناء الفنارات يعني وإرشاد السفن منها منار الإسكندرية، تنظيم شؤون الجمارك، وسق العملة لتسهيل التبادل التجاري. نيجي هنا بص معايا هنا أهم حاجة الموجودة عندي: ارتبط تخصيص حكام البطالمة والأراضي المقدسة للكهنة وبناء المعابد. الهدف من ذلك هو التقرب من المصريين والتظاهر بالتسامح الديني. ارتبطت السياسة الاستيطانية للإغريق، إن بيمنحوا الأراضي الزراعية للكفاءات العسكرية. توطين العديد من الصناعات المصرية دليل على مهارة المصريين في الصناعة. اختلف حكم البطالمة عن حكم الفراعنة. خلي بالك، إنشاء العملات لتسهيل المعاملات، مفيش عملة في مصر أثناء الحكم الفرعوني. بناء المنارات وصق العملات من أهم المستجدات على النشاط التجاري، ما كانش في حاجة اسمها منارات ولا صق عملة في عهد الفراعنة أساسا. ده بالنسبة لموضوع البطالمة. بالنسبة للزراعة طبعا هنا طبعا العملات ساعدت على تسهيل المعاملات التجارية. هنا عندك بيقول استهدفت البطالمة من تطبيق نظام الاحتكار في الحياة الاقتصادية السيطرة على الاقتصاد العالمي. ده بالنسبة لموضوع الاقتصاد. بالنسبة للحياة الاجتماعية تخلي بالك منيها، مهمة جدا جدا. هتقول لي ليه يا أستاذ؟ هقول لك خلي بالك منيها لأن عندي هنا الحياة الاجتماعية البطالمة كان بيقوموا على أساس إنه يتم إقامة دولة بطلمية تستند على أسس شرقية وإضفاء صبغة يونانية. طب عملوا إيه عشان يعملوا الحاجات دي؟ يعني عاوزين خليط ما بين الطابع الشرقي والطابع اليوناني، إنه الظهور أمام رعاياهم من المصريين بمظهر الحكام الوطنيين، دي واحدة، دي أسس شرقية. بعد ذلك فتحوا أبواب البلاد على مصراعيه أمام الأجانب خاصة المقدونيين. يبقى إذا
الإغريق البطالمة حاولوا تأسيس دولة ذات أسس شرقية مع إضفاء صبغة يونانية من خلال حاجتين: الظهور أمام رعاياهم من المصريين بمظهر الحكام الوطنيين، وفتح أبواب البلاد على مصراعيه. خلي بالك هنا بالنسبة للحياة الاجتماعية في بلاد اليونان أو مصر في عهد البطالمة، هتلاقي إن في طبقات المجتمع. عندك المقدونيين، خلي بالك المقدونيين واليونانيين تشجع البطالمة المقدونيين على الاستقرار في مصر، وخصص لهم الوظائف العليا، وأطلقوا عليهم الهبات والمنح. طب ليه؟ عشان التجارة، هم أصلا شعب يعني مهتم بالتجارة. اليهود ودول كونوا جاليات كبيرة في الإسكندرية، وكان لهم وضع مجتمع مميز. طب ليه يا أستاذ؟ لأنه اشتغلوا بالتجارة والأعمال المصرفية والاقتراض أو الإقراض. طب هتيجي السؤال في الامتحان إزاي؟ يقول لك الفئة التي كانت تتمتع بوضع اجتماعي مميز اشتغلوا بالتجارة وأعمال مصرفية، يبقى إذا اليهود. وهيزداد مكانتهم أيضا في الحياة اللي هي الرومانية. المصريين ده مساكين، دي الطبقة الدنيا اللي هي تعتبر عماد الاقتصاد المصري بيعتمد عليهم. اهم حاجه تعرف ان بطليموس الرابع ده غير من طبيعه السلك الاداري، جوانب اداريه عملها. بمعنى ايه؟ يا مصريين لو حد فيكم حب يقوم ب يدخل في الوظائف الجهاز الاداري في الدوله لابد ان يتعلم اللغه اليونانيه. والمحاربين المصريين اللي عاوزين يخشوا الجيش اليوناني او الاغريقي لابد ان يتعلم اللغه اليونانيه. عشان كده خلي بالك ازدادت اهميه اللغه اليونانيه في عهد بطليموس الرابع، تراجعت اللغه المصريه القديمه الهيروغليفيه في عهد بطليموس الرابع. دي نقطه مهمه. بصي معايا. استشعر المصريين بتحقيق ترسيخ العداله والمساواه وتحقيق العداله الاجتماعيه في عهد بطليموس الرابع. اول من قام بتمثيل الوظائف في عهد البطالمه هو بطليموس الرابع. أول من غير النظام الإداري المتبع في الدولة البطلمية بطليموس الرابع. الهدف الأساسي للبطالمة في فتح أبواب البلاد على مصراعيه تشجيع الاستثمار والنهوض بالبلاد. تشابه أعمال اسكندر والبطالمة في مصر بمدن ذات طابع إغريقي. بتخلي بالك من دي. الحياة الدينية، لازم تعرف الحياة الدينية تتبع سياسة البطالمة في مصر بالتسامح الديني. أكبر دليل على كده اللي عمله اسكندر، وأكبر دليل على كده بطليموس الرابع. ده يبقى اذا في وجه شبه ما بين بطليموس الرابع والاسكندر، انه ده خلي بالك قام بتقديم القرابين. ده زي مين؟ زي بطليموس، زي الاسكندر. اعاد تمثيل الالهه المصريه التي كان الفرس قد استولى عليها. خلي بالك في لؤم هنا، في دهاء هنا. ليه؟ بطليموس الرابع، بطليموس الاول معلش، والاسكندر تقربوا من الشعب المصري لتحقيق اهداف سياسيه بس عن طريق الدين. خدوا الدين وسيله. المعابد التي تم إنشائها، المعابد اللي هي عبارة عن معابد في الصعيد على التراث المصري. هتلاقي عندي صور المعابد البطالمة دي بأنفسهم بملابس الملوك الفراعنة، مثل معبد اسمه معبد إدفو، وده موجود في جنوب مصر، موجود في جنوب الوادي، يعني خلي بالك جنوب الوادي. معبد فيلة بأسوان، وده قدموا القرابين للآلهة. وخلي بالك انا عندي معبد في جينا اسمه معبد دندر، ده برضه من المعابد اللي بنقول عليها معابد بطلميه اساسا. ده نيجي هنا استهدف البطالمه من تصوير انفسهم بملابس فرعونيه للتقرب الى المصريين واطفاء الشرعيه على حكمهم. انشاء معبد ادفو احد وسائل البطالمه للتقرب من المصريين. يتمثل الشبه بين الاسكندر الأكبر وبطليموس الأول في إظهار الاحترام للمعبودات المصرية. تمثلت أول أعمال التي قام بها بطليموس الأول لتوطيد حكمه في مصر. هدف بطليموس الأول من إعادة تماثيل الآلهة، طبعا هنا استولى عليها لتحقيق مصالح سياسية. أهم العلوم عندي علوم كثيرة اشتهرت بها بلاد اليونان. أهم حاجة نمشي عليها على طول علم الفلك، أرسطو رخص. ده أول من قام بدراسة أحجام الشمس والقمر. عندك بعد كده عندك إقليدس، ده صاحب كتاب الأصول في مجال الهندسة الرياضية. أرشميدس ده صاحب قانون الطف. عندك هيروفيليوس، ده اكتشف الدورة الدموية واستخدم أداة لقياس سرعة النبض. بطليموس الثاني ده قام بتطوير علم اسمه علم الحيوان، وقام حديقة حيوان بالإسكندرية خلاف حديقة الحيوان الموجودة في الجيزة المعروفة. نيجي هنا الجغرافيا، توصلوا إلى نظرية اسمها نظرية دوران الأرض حول الشمس وقياس محيط الكرة الأرضية. التاريخ، تمكن المؤرخ مانيتون من كتابة تاريخ مصر ولكن باللغة اليونانية، وقسم التاريخ المصري الفرعوني إلى 30 أسرة.
الأدب لازم تعرف شهد الأدب ازدهارا كبيرا في عهد البطالمة، وكان يسمى الأدب الأسكندري. الأدب الأسكندري، خلي بالك من الأدب الأسكندري دي، ومن أعظم إنجازاتهم الأدبية إن هي نشر ملامح اللي هو هيميروس وتاريخ هيرودوت. نيجي هنا بيقول إيه؟ من الكتابات اللي ترتبط أعمالهم بالحضارة المصرية مانيتون وهيرودوت. يستدل من زخم مدينة الإسكندرية بالتراث الأدبي إن أطلق على الأدب اسمه الأدب اليوناني بالأدب الإسكندري، ده دليل على الزخم، يعني كثرة التنوع الأدبي. كان اعتماد البطالمة في اللغة اليونانية تأثيرا على الهوية المصرية. الدور الثقافي والعلمي لمدينة الإسكندرية كان في العصر البطلمي، مثل مركز إشعاع حضاري لنشر الحضارة الهيلينستية اللي هي مدينة الإسكندرية. محط أنظار كثير من حكام العالم من أثينا. خلي بالك، يعني هنا بيقول لك الدور الثقافي والعلم مدينة الإسكندرية في عهد البطالمة أول مثلت مركز إشعاع حضاري للحضارة الهيلينستية، كانت محط أنظار العالم في أثينا. تفوقت على أثينا كمركز ثقافي وعلمي. مين اللي تفوقت؟ إن الإسكندرية تفوقت على أثينا. طب هي هل تفوقت على أثينا في كل المجالات؟ لا، ما عدا هي تفوقت عليهم في الأدب والتاريخ، ماشي، والعلوم، ولكن لم تتفوق عليهم في الفلسفة. الفلسفة لا، إغريق هم أبو الفلسفة، هم اللي اخترعوا الفلسفة، وأنتوا عندكم بكرة فلسفة، ربنا يستر عليكم. ده بالنسبة للحضارة، نقول عليها الحضارة مين؟ الحضارة مصر في عهد الحضارة البطالمة.